طويلة. فأزيز الرصاص وأصوات انفجار العبوات الناسفة فاجأ صمت صباحنا، لكنه لم يتمكن من اغتيال معنويات بحجم وطن حملها معهم حماة الديار سلاحاً أقوى من كل سلاح. زرعوا مدخل حي القدم بحضورهم وصيحاتهم للوطن، انطلقوا في استكمال مهمة بدأت بتطهير عدد كبير من المناطق السورية التي عاث فيها المسلحون فسادا. لكن المسلحين كانوا قد زرعوا العديد من العبوات الناسفة في طريق أبطال الجيش، ظنا منهم أنهم سيعرقلون تقدمهم. لكن ما غاب عن هذه العقول الفاسدة أن الجيش العربي السوري أقوى من كل الإرهاب. العبوة الناسفة الأولى أصابت مصور فريق الإخبارية السورية المرافقة لأبطال الجيش بشظية لم تتمكن من إيقافنا أو التأثير على معنويات أبناء هذا الجيش. يلا جماعة بعد بدنا نفوت من خلال هذا. يلا ركض عبور هون على اليمين بسرعة يلا. فخخوا طريقه بالعبوات الناسفة وزرعوه بالرصاص لكي يمنعوا أبناء الجيش العربي السوري من التوغل، ولكن إرادة التحدي والصمود لدى أبناء هذا الجيش كانت أقوى من كل إرهابهم. وبالرغم من كل هذا الإرهاب ما زال الجيش العربي السوري مصرا على اقتحام منطقة القدم وإخلاءها من كافة المسلحين. عملية التطهير استمرت ساعات النهار بكاملها تقريبا، ورغم تواجد المسلحين بأعداد كبيرة واستخدامهم لأدوات حرب متطورة زودهم بها أسيادهم في الخارج، إلا أن جنود الجيش العربي السوري كانوا أقوى وتمكنوا من دحر المسلحين الذين فر من بقي منهم تحت ضربات جنودنا البواسل، بعد أن قتل منهم من قتل واستسلم منهم من استسلم. نحن جايين لحتى نحمي الوطن من الأعداء ونطهر الشام من المندسين ومن حماد ومن العصابات المسلحة. نحن فداء الشعب كله، نحن جينا لحماية المواطنين. بإذن الله نسور في السماء أسود على الأرض. في نهاية اليوم كانت الأحياء التي طهرها الجيش العربي السوري في منطقة القدم تستبدل آهات الإرهاب التي خلفها المسلحون بصيحات وضحكات التفاؤل التي زرعها أبطال الجيش العربي السوري في كل زاوية وعلى مدخل كل شارع، وتركوها هدية على باب كل بيت يستلمها المواطن السوري عندما يعود إلى منزله الذي هجر منه تحت ضربات الإرهاب، وسيعود إليه بسواعد أبطالنا حماة الديار. منذ ساعات الصباح الأولى ولا زالت قوات جيشنا الباسل تواصل عملية التطهير في منطقة القدم لتلقن الإرهابيين درسا بأن هذا الجيش لا يمكن أن يطال. يارا عباس، الإخبارية السورية من منطقة القدم، دمشق.